دكتور تغذية وكتب لي على نظام ومشيت عليه وخسيت. تحول في هوية ممكن تخرب عليهم كل حاجة. تختلف تماما عن لما تقول أنا من الأشخاص اللي بتعمل الحاجة الفلانية أو تؤمن إن أنت من الأشخاص دي، وبقيت باكل عشان أعيش مش عايش عشان آكل. مش هتوصل ومش هتعرف تتغير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رجالة، صباحكم فل ومساكم عسل. عاملين إيه؟ ومكملين مع بعض في سلسلة التغيير وسلسلة التحول، وهي سلسلة العادات الذرية. واتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن قوة العادات والتأثير الكبير بتاعها، والنهارده هنتكلم عن ازاي العادات بتشكل هويتك والعكس صحيح. ويلا نبدأ في حلقة جديدة زي ما الكاتب قال. الأيام بقت شبه بعضها. كم مرة قلت لنفسك الجملة دي؟ معظمنا في الأغلب بيعمل نفس اللي كان بيعمله السنة اللي فاتت. يعني على سبيل المثال بتصحى من النوم، تفوق، تروق. مش عارف مين اللي بيروق اصلا ما يصحى من النوم. المهم تصحى من النوم، تفوق، تاكل لقمه، تنزل شغلك، تخلص شغلك، تروح تريح شويه، تاكل لك لقمه، تنزل على القهوه، تروح تنام عشان تصحى تروح الشغل تاني. جمعيه ودايره اهو. ويوم ما تفكر تعمل حاجه جديده صح، زي انك تلتزم بورد قران او اذكار مثلا، او تنزل الجيم، بتلاقي ده صعب عليك. فالعادات الحسنه بتبان لك سهله لو عملتها مره او اتنين، بس بعد كده بتبقى تقيله عليك. ومع كده فبمجرد ان العادات اترسخت عندك فهتبان لك انها دايما معاك للابد. وبالاخص العادات السيئه زي التدخين والتسويف والسهر والاكل غير الصحي والوقت اللي بيضيع على منصات التواصل الاجتماعي زي انستجرام، فيسبوك. وانستجرام ده اصلا حوار لوحده، نادي التفاخر الطبقي زي ما بيقولوا كده. يعني تخش 10 دقايق تطلع عندك اكتئاب ومش راضي عن نفسك ايه يا جدعان؟ انا مش عايش يا جدعان، في ايه؟ هو في ناس كده اصلا؟ مع ان كل اللي عليه ده كده. يعني تلاقي مثلا كل اللي عليه طالع عشان ياخد صورة في رحلة، في سفرية، طالع رحلة عشان ياخد الصورة وينزلها على الانستجرام ويتفخر بيها قدام ده وقدام ده وقدام ده. هو اصلا عايش حياته حياة طبيعية، دي جزء من حياته، جزء صغير. المهم ده مش موضوعنا يعني. والعادات السيئة دي تبان لك ان انت من المستحيل ان انت تخلص منها، وده لسببين. والسبب الاول ان احنا بنحاول نغير حاجات غلط مش المطلوب تغييرها، والسبب الثاني اننا بنحاول نغير بالطريقة الغلط. وفي السبب الاول تخيل معايا كده 3 مستويات للتغيير. التغيير بيحصل فيهم، عاوزك تتخيلهم معايا كده 3 دوائر: دايرة كبيرة ودايرة وسط ودايرة صغيرة. والدايرة الكبيرة دي اسمها دايرة النتائج، والدايرة الوسط اسمها دايرة العمليات، والدايرة الصغيرة اسمها دايرة الهوية. ودايرة النتائج دي ده المستوى اللي انت بتغير فيه المحصلات او الاهداف، زي مثلا فقدان الوزن دي نتيجة، او الحصول على جسم رياضي مثلا ده نتيجة، او زي تنظيف الأوضة زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت. لو ما شفتهاش اسيب لك رابط الحلقة تحت. والدايرة الوسط ده المستوى اللي التغيير فيه بيغير في عاداتك وأنظمتك، زي مثلا عندك نظام للراحة النفسية. يعني لو التزمت بالأذكار وورد قرآني مثلا، والله العظيم ده فيه راحة يعني مش هتعرفها إلا لما تحس بيها فعلا. لأن ربنا قال في كتابه العزيز: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، لآخر الآيات. والدايرة الثالثة بقى هي الأهم والأعمق، هي انت ازاي شايف الدنيا ومعتقداتك وصورتك الذاتية. افكارك وتحيزاتك مرتبطة بالدايرة دي، وعشان كده هي الاهم. في الدايرة دي الحاجات اللي انت بتؤمن بيها. ولما الامر يكون متعلق ببناء عادة او التغيير بنسبة 1%، فالمشكلة مش التغيير في اي دايرة احسن او اسوأ، فكل دايرة التغيير فيها مفيد. فالمشكلة الحقيقية هي اتجاه التغير. فمعظم الناس بتبدأ التغير من دايرة النتائج، بس الأحسن إنك تبدأ في تغيير دايرة هويتك، بتغيير هويتك ومعتقداتك وأفكارك. وبالطريقة دي نبدأ نركز إحنا عاوزين نبقى إيه. يعني مثلا العبد لله، كنت وأنا صغير تخين وكان نفسي أخس، وفعلا رحت للدكتور تغذية وكتب لي على نظام ومشيت عليه وخسيت وبقيت حلو والدنيا تمام وفله. بس رجعت تاني تخين، رجعت خسيت ومشيت على النظام وبعدين رجعت برضه تاني تخين. ولما كبرت شويه لقيت ان معظم الاكل اللي كنت باكله كان غير صحي، تقريبا كانت كل عادات اكلي غلط. فبدات من هنا اظبط عادات اكلي، وقلت في قرارة نفسي ان انا مش هاكل اكل غير صحي تاني. وبالفعل بدات اقلل اكل زيوت وسكريات وحلويات وبيبسي وشيبسي وكل الكلام ده. ونظرتي للاكل اختلفت، وبقيت باكل عشان اعيش مش عايش عشان اكل. فانا لما غيرت معتقداتي عن الاكل ونظرتي ليه على انه وسيله للبقاء مش متعه، وصلت للنتيجه اللي انا عاوزها باحسن طريقه. والمعتقدات اتغيرت. مثال للتوضيح اكتر: في 2 عاوزين يبطلوا تدخين، والاول واحد بيعزم عليه بسجاره: احلى مسا عليك يا زميلي. قال له: لا يا صاحبي انا بحاول ابطل والله. في الاول يبان لك ان الجمله دي طبيعيه وعادي وحلوه وكل حاجه، بس الراجل ده لسه من جواه
بيدخن، يعني لسه من جواه حامل معتقدات ان هو راجل مدخن بس عاوز لسه يغير سلوكه. اما الراجل التاني بقى لما حد عزم عليه بسجاره قال له لا تسلم يا برنس انا ما بدخنش والله. بس هنا بقى في اختلاف بسيط جدا في الجمله، والجمله اللي قالها بتدل على تحول في هويته، ان التدخين ده كان جزء من هويته اللي فاتت، كان جزء من حياته القديمه وما عادش في حياته دلوقتي، وما عادش بيبص لنفسه على انه مدخن. فالناس بتحط اهداف وتحدد الافعال اللي توصلهم للهدف، بس ما بيفكروش في المعتقد اللي ورا الهدف بتاعهم، اللي ورا افعالهم، وما بيغيروش الطريقه اللي بيشوفوا نفسهم بيها، وما يعرفوش ان معتقداتهم وهويتهم القديمه ممكن تخرب عليهم كل حاجه، عشان السلوك اللي مش متوافق مع الذات مش مكتوب له البقاء. ممكن تكون محتاج فلوس زيادة بس انت هويتك هوية شخص مستهلك، فاللي رايح اكتر من اللي جاي، فهتفضل تصرف بدل ما تحوش. زي ناس كتير عايشة عيشة مش عيشتها، يعني مثلا تلاقي كل يوم خروجه معاه عربية معاه ايفون 18 برو ماكس، ومرتبه بيخلص يوم 5 في الشهر ومعوش حتى دقيقة رصيد، بيقعد يشتم في الشغل واللي جابه الشغل وده شغلانه مش عارف بنت ايه وده بقى، مع العلم ان هو حتى لو خد ضعف مرتبه برضه هيصرفه وهيقعد يشتم برضه في الشركه ليه؟ عشان خاطر هويته هويه شخص مستهلك، في حين ان هو بنفس المرتب ده زميله متجوز ومخلف وبيصرف على بيته وعياله وعايش حياته عادي عشان عنده هويه شخص مدبر. فانت مش هتوصل لحاجة غير لو غيرت هويتك ومعتقداتك اللي وصلتك للسلوكيات دي. اقصى صورة للتغيير الداخلي هي لما تبقى العادة جزء من هويتك، يعني لما تقول انا عاوز اعمل الحاجة الفلانية تختلف تماما عن لما تقول انا من الاشخاص اللي بتعمل الحاجة الفلانية، او تؤمن ان انت من الاشخاص دي. وكل ما تؤمن بالحاجة دي وتفتخر بيها اكتر كل ما ارتبطت بيها اكتر وحافظت عليها اكتر. يعني مثلا كل ما كنت مؤمن بدينك اللي هو الاسلام هتزداد فخر وتمسك بيه وحفاظا عليه، وهتجاهد نفسك وتجاهد اي حاجة عشان تحافظ عليه. ولو انت مثلا فخور بجسمك الرياضي فمش هتفوت يوم جيم، ولو عداك يوم هتبقى مقرف ومزاجك زي الزفت. فتغيير السلوك الحقيقي هو تغيير الهوية، وده يجاوب لك على سؤال مهم جدا: انا ليه لما ببدأ في حاجة ما بكملش فيها؟ مع انك بتكون بادئ في شعلة من الحماس والطاقة وان انت عندك طاقة تكسر الدنيا وهتبدأ وهتعمل بس يوم واثنين وثلاثة يعدوا بتقف وترجع ريما لعادتها القديمة. والسبب الوحيد اللي يخليك تعمل الحاجة دي وما توقفهاش ان هي هتكون جزء من هويتك. فلو انت ما عملتش الحاجة دي هتحس ان في حاجة ناقصة فيك، ومن الصعب الالتزام بتغييرات طويلة الامد. فالتحسينات بتفضل مؤقتة لحد ما تبقى جزء من هويتك، وهويتك بتظهر في سلوكياتك. يعني مثلا قدامك شخص محترم، عرفت منين ان هو محترم؟ بيتكلم باسلوب حلو جميل لطيف، ما بيشتمش مثلا وسط الكلام ويقول ده هزار، فانت عرفت من الافعال اللي هو بيعملها اللي هي سلوكياته. وفي نقطة هنا مهمة خلي بالك منها وانت بتتكلم عن نفسك: ما تقولش على نفسك ان انت مثلا كسول. هتقعد تردد ده على دماغك يتكرر يتكرر يتكرر، كل ما تكرر على نفسك ان انت كسول هتلاقيك فعلا بتعمل حركات الناس الكسولة وما بتتحركش فعلا. وكل ده عشان ده اترسخ في معتقداتك وبقى حاجة من هويتك. فخلي بالك من كلامك على نفسك، عشان لو جيت تتغير هتلاقي ده عكس معتقداتك وهويتك، وهتلاقي ضغط كبير من نفسك ان انت تدافع عن هويتك دي، ومش هتوصل ومش هتعرف تتغير، وهتلاقيك بتدور على اي حجة عشان ما تناقضش نفسك ولا تخالف معتقداتك وهويتك. وعشان كده لازم كل فترة تراجع معتقداتك وتحدثها وتطورها عشان تتقدم. فمن لم يتجدد يتبدد. وده ياخدنا لسؤال مهم: لو كانت معتقداتك لها التأثير الكبير جدا ده في تغيير هويتك، فمنين جت معتقداتك وازاي بتشكل هويتك، وازاي تغير معتقداتك عشان تغير هويتك؟ وزي ما قلنا ان هويتك بتظهر في سلوكياتك وافعالك، وانت ما بتتولدش بمعتقداتك الشخصية، انت بتكتسب معتقداتك الشخصية من المواقف والخبرات في الحياة. يعني مثلا ابن اختك ما كانش عارف ان هو لو حط المسمار في عينك هيغزقها لك، وان كوبايه الشاي بتاعتك اللي هو كان كل طموحه في الحياه يشدها لو وقعت عليها تحرقه. بس مع الوقت هو اكتسب الخبرات والمعتقدات دي، وبناء عليها كون هويه الشخص مثلا حذر في حاله الكوبايه لو هي سخنه وقعت عليه. وبمعنى اعمق هويتك بتتجسد في عاداتك، بمعنى ان انت لما تكون متعود اول ما تصحى من النوم تنظم سريرك وترتبه، فانت هنا بتحمل هويه الشخص المنظم. ولما تروح الجيم كل يوم فانت بتجسد هوية شخص رياضي، وكل ما زاد تكرار السلوك زاد تعزيزك للهوية المرتبطة بيه. وبغض النظر عن هويتك الحالية فانت بتصدقها عشان انت عندك برهان على صحتها،
فلو انت بتروح تصلي في الجامع لمدة 20 سنة فده دليل وبرهان على انك شخص مسلم وبتجسد هوية شخص مسلم. وكل ما تكرر الأدلة صورتك الذاتية بتتغير وبالتالي هويتك بتتغير. ونيجي بقى لازاي بتغير الهوية. بص يا عسلية، مبدئيا كده حدد نوع الشخص اللي انت عاوز توصل له وحدد نوع الشخص اللي انت عليه دلوقتي وايه هي مبادئك وقيمك دلوقتي. واسأل نفسك سؤال مهم جدا: لو انا عاوز ابقى الشخص كذا اعمل ايه؟ اسأل نفسك الشخص ده بيعمل ايه او عمل ايه عشان يوصل للي هو فيه. وده سؤال مهم وكبير جدا، لان كتير مننا مش عارف يبدأ منين ومش عارف غير النتيجة اللي هو عاوز يوصل لها بس. يعني مثلا تلاقي واحد جاي يقول لك اسطى انا عاوز اعمل فورمة الساحر يا اسطى. فورمة الساحر؟ فعلا محتاج ساحر. هو هنا عارف هو عاوز يوصل لايه بس مش عارف يبدأ منين ولا يعمل ايه. بص يا صاحبي، انت كده جاوبت على السؤال الاول وهو انت عاوز توصل لايه وحددت انت عاوز توصل لايه. تمام، اول حد هنا. السؤال التاني بقى: هل مبادئك وقيمك ومعتقداتك اللي انت عليها حاليا هتوصلك لكده؟ تقول لي لا يا اسطى والله ده انا بفطر في ماك وبتغدى في بازوكا ومش عارف ده انا بخش الحمام بسكوتر وبطلع الدور الاول بالاسانسير. هنا بقى المشكلة الكبيرة. هل اللي عامل الفورمة بقى يومه زي يومك، افعاله زي افعالك، بيعمل نفس الافعال بتاعتك دي؟ لازم تسأل نفسك الشخص اللي عمل الفورمة وفضل محافظ عليها ده عمل ايه عشان يوصل لها، وايه العادات اللي هو ملتزم بيها عشان يوصل للنتيجة دي. وفي الاغلب بتلاقي الشخص ده محافظ على نظام غذائي ماشي عليه وبيطبقه على طول. يعني مثلا بياكل اكل صحي، ما ياكلش بره مثلا وجبات سريعة، زيوت، سكريات، حلويات وكل الحاجات دي. وبياكل الاكل الصحي اللي ينفعه مثلا في بروتين في نشويات، طبعا كل ده بنظام. وطبعا اكيد لازم أن يكون مظبط نومه، اللي هو مثلا يصلي العشاء يروح ينام يصحى الفجر، وده اصح نوم. لان ربنا قال في كتابه العزيز: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. ورسولك الكريم قال: بورك لأمتي في بكورها. والخطوة الجاية بقى هي بعد انك معرفت الهوية الجديدة انك تحاول تطبع نفسك عليها بانك تكرر الافعال بتاعة الهوية الجديدة دي. وانت كل ما تكرر الافعال دي وتتعود عليها هتبقى جزء من هويتك، فكل ما تكرر تقرر. وبكده يا عسلية نكون عرفنا ازاي الهوية بتشكل العادات وازاي العادات بتشكل الهوية. الخلاصة: في 3 مستويات للتغيير، واحسن طريقة انك ما تركزش على النتائج، ركز على اللي انت عاوز تبقى عليه، على هويتك اللي هي دايرة الهوية اللي احنا قلنا عليها في اول الفيديو. فهويتك بتظهر في افعالك، واي فعل بتعمله وبتكرره بيأكد على هويتك وبيأكد انت هتبقى على ايه. وعشان توصل لأحسن نسخة من نفسك محتاج تطور من معتقداتك وأفكارك طول الوقت. وأخيرا وليس أخيرا، السبب الحقيقي ورا العادات مش إنها تديك أفضل نتائج وبس، دي كمان بتديك الثقة في نفسك وإنك تقدر تعمل أي حاجة. وده مش كلام أغاني على فكرة. وهنا يا عسلية نكون وصلنا لنهاية الحلقة، وفي الحلقة الجاية إن شاء الله هنعرف إزاي نكون عادة في 4 خطوات بسيطة. فلو عجبك الفيديو وحابب تتغير وتعرف عن نفسك أكتر متنساش تدعمنا باللايك وتشرفنا باشتراك وتفعل زر الجرس طبعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.